الايقاف، بينما اشبيليا من دون فارغاس، من دون ادامس للاصابه. شاركت اليوم خوانلو سانشيز، عودة خوانلو للمشاركة. آخر مباراة اليوم للسوسو مع فريق اشبيليا، سيودع الشاق الأندلسي في ملعب إسوان. آخر مباراة لاشبيليا هذا الموسم على ميدانه. الجولة القادمة سيلعب الفريق امام فياريال في ملعب الغواصة الصفراء في مونريال في سانتياغو الرابيو. سيستضيف الريال سوسيداد. كل مباريات الجولة رقم 37 تقام في نفس التوقيت. البطل برشلونة على ميدان يستضيف فياريال. عرفنا البطل وعرفنا الوصيف. اتلتيكو ثالث 70 والتعادل في ملعب اسخوان. اردا جولير ضيع تابع كيليان مبابي، يرجع كرة اليوم يضم بعنفوان عند الريال مدريد. 4 مواجهات زملاء اللي سبب مشكلة حقيقية للريال، فوز بلقب الشامبيونز ليج. الكرة ترجع من الدفاع والتسديد، لكن كرة تنتقل برا إلى ضربة مرمى. بيلي جود موسم ماضي كان النمبر 1، ولكن هذا الموسم دفاعات ريال مدريد تلعب أمامية عند في منطقة اشبيليا. يربحها في 6 مناسبات. كرة قوية من بعيد تنتهي خارج الملعب إلى ضربة مرمى من بعيد. وأول ثنائية في تاريخ هذا النادي للحارس نيلاند. هذا سوسو كرة سوسو لبرا. سوسو آخر مباراة سوسو على مرتين يحاول ينشط المباراة بكرة مرتين، والانتر كونتيننتال مرة 4-1. فريق الريال كرة طويلة باتجاه مبابي وبوسكيتس يشعر البطاقة الحمراء. الطرد يطرد لويك بالدي، قام بالمسك الواضح الفرنسي على كيليان مبابي. المباراة بدأت 9 ملايين. كرة منطقة جزاء اشبيليا وراسية تنتهي خارج الملعب إلى ضربة مرمى امام تشوميني، امام اللاعب اغومي لاعب اشبيليا. منطقة الجزاء لاشبيليا والدفاع، المرمى السابق لاشبيليا. تضيع الكرة هنا اكيد. هنا كرة من مبابي. اشبيليا وما يستحق الجمهور في وسط ملعب. كيليان تضيع الكرة عليه. ترجع بكرة عرضية عند خطيرة والتصدي من شرب الحق. يلعب كرة عند لوكي باكيو، يقطع أردا ما يمرش. ضمن المرنجي عرضية من فران أولى هجومية. ولك السوبر الاسباني ربيك اشبيليا من خلال فران غارثيا عرضية تبعت كرة من دفاعات فريق اشبيليا، بينما هناك صفارة. حتى وان كان ريهان يرفع كرة سوسو، خروج خاطئ من لونين والكرة إلى ضربة مرمى لريال في العمق. تنتهي صالة الصراع في طويلة أقرب للحارس نيلاند 2026. يوم كيليان ما يمرش. بابي ارجع له اخوان له 26. تشوميني اكثر من الالقاب المحلية. بي فارق كورة من كيليان، لكن لقب دوري وحيد. وعندهم اشبيليا المحاولة خطيرة والكرة لبرا. التسديد من فالفيردي، يرفع كرة منطقة جزاء اشبيليا. مر مبابي والدفاع حاضر ياخذ كرة ولكن قبل عام 90 هنا نقلات من شباب ريال مدريد، بينما اللمس باليد موجود. تطلب الكرة عليه تضيع. محاولة خطيرة اشبيليا يهدد مرمى الريال. لونين يتصدى، كان قريبا هدف ولكن في صفرة والتدخل حاضر. يلعب ينقل كرة تشوميني بعيدة، يرفع كرة فرانس عند الحارس، يتدخل خكوبا. اندريك يمر اندريك والدفاع. اندريك 2 لوكي باكيو. مبابي بالشبكة يضيع
وجها لوجه، يضيع هسه الكرة، يضيع الجوليادور هداف الليغا، ضيع فرصة تعزيز رصيد التهديفي بعد كورة من مودريتش اعطاها له المايسترو، انطلق كيليان وجها لوجه ولكن لم يعزل طويلة، ترجع تتغير، يتابعها الحارس مرتين والكرة تبعد، كرة تابعها الحارس نايلاند، ترجع للريال، امبابي سدد والحكم يوقف اللعب، إصابة كودي، تعرض للإصابة الصربي، لا يرفع كرة فران، تدخل هنا يحاول الشوط، بابي راق ولكن انتفاع في آخر لحظة، الشوط اول خذ الكرة الفار جول لا ضيع غارثيا ستندم عليها يا الفارو، فرصة لا تعوض، فرصة لا تتاح في ظل الوضعية اللي يمر بها سيفيا، كرة اختاها تشواميني البرق والدفاع، حاول الى التماس لوكا عند فرانك غارثيا، مودريتش كرة قوية لبرا الى ضربة مرمى، ريال اخر مرة رباح خارج القواعد كان في الجولة 33 في الكوليسيوم كان عبقري في عرضية ولكن التغطية تتم، الحلول عند لوكا كبير في السن شعر الدفاع، هنا محاولة المرور، ترجع كرة انطلاقا لفريق السيفيا والدفاع، كرة في منطقة اشبيليا، تغطية موجودة وركنية للريال مدريد امام امبابي سدد كرة الى الركنية، كرة للركنية، انطلاقا لفريق اشبيليا، والكرة منطقة الجزاء تبعد، هندريك فيليبي يغادر الملعب ودخول في الهدف ياتي، الهدف ياتي يضيع على مرتين، كان قريب فالفيردي كرة بعدها كودي، والثانية التغطية موجودة، يقترب الريال من التسجيل، يقترب الريال بالانتصار في الميدان ولكن كرة اخذها كومي، شهادة احراز 5 اهداف ريال، هدف فران البرسا 86 نقطة، ترجع منطقة فريق اشبيليا، الان كيليان مبابي برا، غالب ركنية مبابي، ركنية للمرنكي والتاريخ يدون، ترجع كرة فريق ريال مدريد، اردا جولير، فيكتور مونيز عرضية، هدف لريال مدريد ولكن يقطع كرة اخوان، مبابي هيا بالشبكة يا ولد يا معلم، كي جول كي تيرو كي مارابيا، يسجل كرة قوية جدا، هدف رائع عن طريق الجوليادور مبابي، يسجل الهدف رقم 29 في رصيده، هداف الليغا الاسبانيه من بعيد، واخيرا تغيرت النتيجه، لم ينتهي لقاء سلبيا في بسخوان بين الفريقين منذ سنوات، منذ عام 82 اخيرا شاهد كره مبابي من خارج المنطقه ثبتها كيليان بعيدة الصعبه رغم محاوله نايلاند، الريال يسجل، النتيجه الان 1-0، ريال اللي ظل يبحث عن هدف، فيكتور فاز بالسوبر ايضا الاوروبي، ريال مدريد عبر السنوات وتوج دار، والثاني الهدف الثاني، نعم في الشوط كان سجل شوط فيري جود يس فانتاستيك، يسجل الانجليزي الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، كرة كملها الشوط سجل بيلينغهام ونتيجة 2-0. شوف الكرة فيكتور مونيز يرفع كرة بالمقاس امام الراسية ومتابعة اخيرة من جانب اللاعب الانجليزي، الإعادة لهدف الريال.